طبعا احنا اتكلمنا امبارح عن كامب الانقاذ، وانا قلت ان ده اخر كامب انا ممكن اعمله قبل الامتحانات. انا عملت قبل كده كامبين في خلال شهر ونص، يعني في مدة قليلة جدا، وفي ناس تم تعليم المنهج. فالكامب ده هيكون 8 ايام بالظبط، وده اقل كامب انا هعمله، واكتر كامب هيكون مفيد لكل الناس ان شاء الله. لو انت التزمت معايا بيه، حريصة جدا ان انا مسيبلكاش حاجة في المنهج، هتعدي 96 باذن الله. الاول كده انا هنزل الكامب هنا على طول، لان في ناس طلبت مني كتير ان انا انزله هنا، لان هما مش عندهم كل الابليكيشن بتاعت السوشيال ميديا. فانا احترمت فيهم بصراحة الحتة دي، وان انا هبقى حريصة برضو ان هما حريصين على مستقبلهم، فانا هبقى حريصة ان انا ابقى معاهم، وان انا ابقى منضمة لرأيهم باذن الله. الاول هندعي لكل الناس اللي هتظهر دلوقتي قدامنا على الشاشة ان ربنا يوفقهم ويحقق احلامهم باذن الله، ويكبر بخاطركم كلكم. تاني حاجة، ما تنساش تعمل لايك وشير سبسكرايب القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نبدأ علشان اقولك الكامب هيكون. تعالى اقولك بقى الجدول هيكون عامل ازاي واحنا نمشي ازاي. بس قبل اي حاجة وقبل ما اقول الجدول هيكون المواد بتاعته ايه، هقولك على كذا حاجة انت هتكون ملزم بيهم باذن الله. اول حاجة، انا هقولك الجدول ماشي ازاي خلال الفيديو، واحطهولك في الاخر في الورقة اللي انا عاملاها. انت هتبقى ملزم ان انت تطبعه او تنقله بنفس الصيغة، او تخليه معاك على الفون لو هتعلم فيه، بس هتكتب لي فيه اللي انا هقوله دلوقتي. الجدول انا هبقى مقسماه لكذا خانة، يعني انت معاك المادة، معاك وقت بدايتها، معاك وقت نهايتها، معاك تم علشان اشوف انت كملت ايه، معاك ملاحظات. طب الجدول هيبقى ايه بقى؟ نفترض مثلا انا معايا اول يوم معايا الانجليزي. حلو، خلاص الانجليزي انا كاتبالك فيه اول 2 يونت، معاك يونت 1 ويونت 2. حلو، انا كاتبه وقت البدايه. مجرد ما انت تيجي تبدا الانجليزي هتعمل لي وقت البدايه بتاعتك. انا بدات مثلا بعد ما انا رفعت الفيديو ده، نفترض اترفع في اي وقت، نفترض الفيديو ده اترفع 8، انت هتبدا من 9. خلاص انت هتعمل كده في وقت الابتداء 9. وقت الانتهاء نفترض خلصت 12، هتعمل 12. تحت علامة تحت تم او في خانة تم هتعمل تريك ان انت خلصته. في الملاحظات نفترض بقى من في الوقت ده انت قمت صليت العشاء، قمت اكلت، قمت شربت، قمت اخدت بريك، عملت اي حاجة، هتكتب لي في الملاحظات دي انت عملت ايه في الوقت ده. حلو لحد كده تمام، مفيش اي مشكلة. يبقى كده انت معاك اول مادة خلصت. نيجي لتاني مادة، معاك تاني مادة مثلا الفيزياء. طب تالت مادة الكيمياء، انا كاتبة ب واحد زائد 4 د عضوية. ب واحد يعني باب اول، واربع دروس عضوية. ليه انا اختصرتها؟ لان المكان ما كانش هياخد، وعلشان ما نعملش بقى هيصة في الورقة، عشان الورقة تكون منظمة برضو. طب خلاص تمام. بعد كده الجبر وحدة أولى، تفاضل وحدة أولى، الجغرافيا وحدة أولى، علم النفس وحدة أولى، التاريخ وحدة أولى. طب وبعد كده الفرنساوي، وكده هتاخد منه أول يونت. طب احنا لحد دلوقتي متفقين على كل اللي فات. كله الثقافي هيبقى العلم علوم، علم رياضة، أدبي أدبي أزهر، علمي أزهر. كل اللي فات الثقافي مفيهوش أي اختلاف، فاحنا كلنا هنمشي عليه بنفس النظام. طب نيجي بعد كده بقى المواد اللي خاصة بالأزهر. هناخد الفقه. ايا كان المذهب بتاعك انت هتشتغل على نفس الدروس اللي انا هقولها. هنعمل ايه؟ هتاخد اول 6 دروس. دول كتير، ده انا مش هقدر المهم، انا عارفه انه كتير، بس احنا ما عادش معانا وقت. انا ملزمه ان انا اخليك تلم المنهج في 8 ايام، وانت ملزم ان انت تخلص المنهج في 8 ايام علشان تقدر تحل شامل بعد كده. فمعلش احنا الوقت ضغط مننا، فهنضغط نفسنا شويه. تمام كده خلاص الفقه 6 دروس. طب نيجي بعد كده هناخد نص النحو. نص النحو ازاي؟ معلش هتاخد نص النحو عشان احنا ما عادش معانا وقت، احنا لسه بنقول. عربي بقى بالنسبه للعام، ناس كتير قالت لي في الكومنتات ده احنا هننساه، ده احنا مش هنلحق. ناس كتير بعتت لي على الانستا وعلى الفيس، كله شايفين ان انتوا هتنسوه. انا كنت شايفه ان انت لو لميته في وقت مع بعضه كان هيبقى افضل كتير. ايا كان راي المدرس اللي قالك، وهم كلهم فوق راسي الصراحه، بس مش مشكله، ممكن تحل شامل. بس العربي عشان تحل انت لازم تراجع، وانت اصلا معكاش وقت. كده كده العربي اول ماده، فانت بتحتاج اول اسبوع قبل الامتحان ان انت تراجع العربي. فانا كنت سايبه ده كله للاخر، بس مش مشكله، انت ممكن تحل واحد شامل معاهم، وانا حطيتهولك في الجدول برضو.
طبق عليه وهتشتغله. طب انا مش هعرف احله، ده انا مش مذاكر، هات الاجابه واحفظ شكل الاجابه. مش هقولك احفظ الاجابه نصا، احفظ شكلها عشان لما تيجي بعد كده تبقى عارف مثلا ان السؤال ده جاب صيغه كذا. دلوقتي الفتره دي انت اي حاجه هتشوفها هتبدا ان انت تركز فيها، يعني انت خلاص مضغوط في اي حاجه هيبقى عقلك الذاكره طويله المدى هي اللي شغاله، فدي حاجه كويسه. طب خلاص. طب واخر حاجه بقى احنا المفروض هنبقى ملزمين بيها في الجدول، هي هتبقى خاصه بالازهر برضو، وهو هيكون 10 دروس حديث. 10 احاديث دول كتير خالص، معلش ما احنا معناش وقت فاحنا ملزمين. خلاص كده كل الشعب الحاجات الخاصه بيهم خلصت، سواء علمي او علم ازهر او علم علوم. العلمي بقى بالقسمين بتوع علوم او رياضه، والادبي والادبي ازهر. فانا كده قلت لكله الجدول بتاعه. الجدول انا مش مقسماه، هي ورقه واحده فيها المواد الكله، فانت اكيد هتاخد المواد الخاصه بيك. عملته ليه في ورقه كامله؟ علشان بقى علم ازهر وادبي ازهر فيكون كله قادر ان هو يمشي عليه. اتفقنا انت هتاخد بقى الورقه سكرين وهتعلم فيها بالمهام، وهتعرف ايه اللي وراك وايه اللي عليك، وهتوريني سواء هتبعتها لي بقى انستا او هتبعتها لي فيس، وانا بسيب لك كل حاجه في الديسكريبشن تحت. فانت ممكن تتواصل معايا في اي مكان، وايا كان المكان فانا هرد باذن الله. وزي ما اتفقنا لسه الشخصيه المحترمه اللي بتدعمنا وبتدعي لكل الناس لسه موجوده في السعوديه، فيلا انزل بسرعه تحت اكتب الكومنت بتاعك اللي انت محتاجه منها ان هي تدعوهولك. واي حد محتاج ان احنا ندعيله كمان يكتب تحت في الكومنتات. احنا متابعين الكومنتات كلنا، ومش انا بس، في ناس كتير متابعه الكومنتات وبتدعي لكل الناس. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استنى لحظه عندك ما تمشيش، ده الجدول لسه بعد كده، يلا شوف الجدول.